السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ وحلويات أمل. نتمنى إن شاء الله على الفيديو ديالي تاع نهار اليوم تلقاكم كامل بالصحة والهنا والخير إن شاء الله. صحة رمضانكم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. آمين يا رب. اليوم جبت لكم البنات واحد لي تارتولات هايلين هايلين مقرمشين وبكريمة اقتصادية خفيفة وبزاف بزاف بنينة. وهاد لي طاغط هادوما البنات يقعدوا معكم اسبوع الى مده 10 ايام، يقعدوا لكم مقرمشين حتى وإلا درتوهم في الثلاجة ولا ما راهمش راح يروح لهم هذاك التقرميش. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. انا عندي زوج مغارف كبار تاع مرقارين، نزيد عليهم زوج مغارف سكر كريستاليزي، سكر عادي. البنات هنايا لو كان ديروا سكر كلاص راح يخرج لكم معجنين، ما تخرج لكمش لاباط مقرمشه. هنايا حطينا زوج مغارف كبار مارغرين وزوج مغارف كبار تاع السكر كريستاليزي وحبة بيض، ونزيدو لهم رشة تاع الملح. البنات هنايا الملح دائما نديروها في الحلويات، الرشة تاع الملح ضرورية في الوصفات تاع الحلوى، هكذا باش يعدل لنا الحلاوة تاع الوصفة. انا نخلط بيدي حتى يتجنسوا كامل هذوك المكونات. انا المارغرين ديالي كانت في الثلاجة، دونك مع البرودة وكامل راكم تعرفوا راح نخلط بالباطور. نكمل هنا خلط كامل هذيك المكونات بالباطور بالخلاط الكهربائي. بعد ما تخلطت لي مليح وتحصلت على كريمة، راح نزيد عليها مغرف صغير تاع خميرة الحلوى، خميرة كيميائية. نحط الفارينة ديالي سو بات سابلي نورمال البنات. نحط الكاس الاول، الكاس هذا يرفد 250 ملي. نحط الكاس الاول تاع الفارينة ونخلط. هنايا نستعمل غير الملعقة، واللي تحب تخلط بيدها تخلط بيدها. أنا المرة الأولى حطيت كاس تاع فارينة، والبنات هنايا ما كاين فارينة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش، قادرة تدي لكم كاس ونص، قادرة تدي لكم زوج كيسان على حسب الفارينة ديالكم. أنا خلطت بالملعقة شتها مخصوصة، راح نزيد لها نص كاس، نص كاس ومغرف كبير. الكاس هذاك ما نديروش كامل، نزيد ونشوف. هنا البنات لازم لاباط ديالكم ما تكونش بزاف يابسة وما تكونش بزاف طريه، تتحصلوا على لاباط كيما لاباط صابلي تاع الحلوى. فوالا بات صابلي لي معرفين نديرو بها لي صابلي، متكونش بزاف 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 متلوقه طريه طريه، وما تكونش تاني ناشفه بزاف. نلمها بيدي. هنا نشوفها مخصوصه فارينه نزيد لها، بالك والبنات ما تيبسوش لاباط ديالكم. هنايا هاد لاباط هادية دات لي كاس وثلاث ارباع تاع فارينه، يتسمى زوج كيسان غير ربع تاع الفارينه. نلمها كامل هكذا بيدي البنات، بالك وتعجنوها، ما تعجنوهاش لاباط صابلي، لموها برك. وهاو القوام تاع العجينه. نغطيها بكيس بلاستيكي ونبدا نخدم لي الطارطولات ديالي. البنات انا هنايا استعملت هاد سنيوات هادوما اللي يتنحاو من تحت، القاعده ديالهم تتنحى باش كيطيبوا لي البنات يجوني ساهلين باش يتنحاو. انا ما دهنتهمش باسكو مالفه نطيب بيهم. هنا كي ديروا العجينات داخل ليمول ديالكم البنات، عبزوا مليح على القاعده ديالها، على القاعده من تحت تاع العجينه، عبزوا مليح على العجينه وعبزوا على الاطراف. ركزوا على الاطراف هكذا باش كي طيبوهم ما تحبط لكمش العجينه على الاطراف، تقعد لكم محافظه على الشكل ديالها. انا البنات هاد لاباط هاديه ما تحتاجوش تطيبوا فيها الاخر البقوليات، ولا باش ما تحبط لكمش لاباط، ولا طيبوهم ديريكتومون يحافظوا لكم على الشكل. عارفوا برك كيفاش تخدموهم في ليمول. تحطوا العجينه هكذا تكونوها بين راحه اليد، من بعد هذيك ديروها في ليمول ديالكم وركزوا مليح على الاطراف باش منها تعطيكم الشكل تاع المول.
نخرج لكم الشكل ديالها شباب، وما تفسدش الشكل تاعها ما يفسدش مور الطياب، تقعد محافظة على الشكل ديالها. هاي ليكم فوالا، نحيو كامل الزوائد هادوك بالسكين باش تخرج لكم الخدمة ديالكم نقية وشابة. نكمل كامل السنيوات ديالي، بعد ما نكمل السنيوات ديالي كامل نديرهم في سنيوة اللي تدخل للفرن، ونتقب كامل لي طاغطويلات هادوك ديالي بالفرشيطة، بالسكين ولا بالكيغدون ولا فرشيطة، ولا استعملوا اي حاجة حادة هكذايا تتقبوا بها. البنات هنا لازم تتقبوهم باسكو فيهم الخميرة هكذا باش في الوسط ما ينتفخولكمش. ندخلهم للفرن ونطيبهم، نشعلهم لتحت كي ياخذوا اللون ذهبي، نطفي لهم ونشعلهم الفوق واش نعسوهم البنات باسكو بتبدم يحماروا. بعد ما طابوا لي وخليتهم يبردوا، هنايا نحضر معاكم الكريمه. حضرت معاكم ديجا البنات لي طاغطويلات بكريمه الدبلومات، راح نحط لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. هاد الكريمه البنات بزاف خفيفه، بنينه 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 هايله. عندي 2 كيسان تاع حليب، 2 مغارف كبار سكر، و2 مغارف كبار تاع لا مايزينا. نخلط كلش بارد في بارد، ومن بعد هذيك نحطهم فوق النار، نار متوسطه، ونقعد نخلط بالفوي، نخلط 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 ما نحبسوش كامل. هنايا البنات درت ناباج تاع الفراوله، نكهه الفراوله، راني راح نحط لكم الوصفه ديالها في القناه عن قريب ان شاء الله. هكذا منها تعطيني اللون الوردي، وتزيد لي البنه تاع الفراوله في الكريمه ديالي. وانا اللي عندها لاروم تاع الفراوله تقدر تستغنى على لاباج ودير لاروم تاع الفراوله، جهه تانيك مليحه، نفس النتيجه. نوصل الخلط حتى تتحصلوا على كريمه عاقده بهذا القوام. ونطفي عليها ونديرها دوكا في غيسيبيون باش تبرد لي. هنا البنات ما نديرهاش في الثلاجه، نخليها حتى تبرد لي، تروح لها هذيك سخانه تاع النار، ومن بعد هذيك نحطها شويه في الثلاجه. انا بعد ما درت الكريمه ديالي في الغيسيبيون راح نغطيها، نخلي الكيس بلاستيكي هذاك يلامس السطح تاع الكريمه هكذا باش ما تكونليش القشره هذيك من الفوق. انا بعد ما بردت لي الكريمه ديالي نخفقها بالباتور، نضربها شويه برك ماشي بزاف هذا باش ترطب لي، ونزيد عليها مغرف كبير تاع بودره الشونتيي. نضرب مليح الكريمه هذيك مع بودره الشونتيي حتى يتلون اللون تاعها يصبح وردي فاتح هكذا غوس كلاغ، وتجيني خفيفه هكا جوغ قوام رغوي. نخفقها مليح بالباطور حتى تطلع فيها هذيك البودرة الشونتيي، ومن بعد هذيك نديرها في كيس حلواني ونعمر بهم لي طاغطويلات، نعمر بها لي طاغطويلات ديالي. هاي ليكم البنات، وصفة بزاف سهلة اقتصادية والبنة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. هنا نزين بالسيرو تاع الفراولة، بالناباج هذاك تاع الفراولة اللي درناه، خففتو بشوية ما. البنات هنايا اللي عندها الفاكهات تزينهم بالفواكه بالفراولة، واللي ما عندهاش تكتفي بالسيرو هذا تاع الفراولة. هاي لكم البنات، خرجت ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم الوصفه ديروا جيم لا فيديو واشتركوا في القناه. الى وصفه قادمه ان شاء الله. صحه رمضانكم، تهلاو في رواحكم.